مساء الجمال على أحلى وأغلى اخوات في الدنيا كلها. النهاردة هنعمل مع بعض الزبادي، هنعمله بدون افتكاسات أو إضافات أو أي حاجة، لأن الغرض معانا أو شعارنا هو التوفير. احنا بنعمل حاجة نظيفة وحاجة كويسة وغنية بالقيمة الغذائية وفي نفس الوقت موفرة واقتصادية. شايفين قد ايه كريمي جدا وناعم جدا وأملس جدا جدا وبدون أي فراغات. يلا نشوف هنعمل ايه. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنجيب اللبن بتاعنا، الكمية حسب ما انت عايزة. لتر اللبن له علبة زبادي. هنجيب اللبن وهنغليه كويس جدا جدا. لو انت عايزة الزبادي بتاعك خالي من الدسم هتغليه كويس جدا وهتحطيه في التلاجة عندك لحد ما يتكون كده زبادي طبقة القشطة او الكريمة على وش اللبن. وبعد كده هتشيلي طبقة الكريمة دي في بولة عندك كده وتحفظيها عندك وهليها استخدامات بعد كده كتير جدا. تمام كده. لكن لو انت عايزاه كامل الدسم هتغلي اللبن كويس جدا، وطبقة الكريمة دي هتضربيها كويس جدا بالمضرب اليدوي كده او بالخلاط او بالهاند بلندر اي حاجة علشان تتجانس مع اللبن ككل ويبقى عندك الزبادي بتاعك كامل الدسم. احنا بقى هنعمله مع بعض كده خالي الدسم او منزوع الدسم علشان يبقى كريمي كده وناعم والولاد يحبوه ويبقى خفيف على المعدة. تقدري ان انتي تنكهيه، ممكن نستخدم فيمتو ده عبارة عن كوكتيل من الفواكه كده. ريحته حلوة قوي قوي وطعمه حلو قوي قوي. وجربته وعملته بيه قبل كده والولاد عجبهم جدا جدا. بس للأسف ما صورتوش معاكم. خلاص كده. وممكن ان انتي تستخدمي كمان كريم شانتيه بنكهة الفراولة، او تستخدمي جيلي، او تستخدمي عصير اللي هو البودرة بنكهة الفراولة او بأي نكهة الولاد بيحبوها. انا النهاردة هعمله معاكم سادة. بس في الاول كده هشيل بقى كل الوش او القشطه بتاعه اللبن كده علشان انا عايزه اللبن بتاعي كده خالي الدسم ويكون خفيف كده. علشان يبقى في السحور تمام ومبقاش تقيل على المعده. جبت علبه زبادي، خلي بالك علبه الزبادي اللي انت هتستخدميها هي نفس الطعم اللي انت هتاخديه من الزبادي اللي هتعمليه. بمعنى لو بتحبي جهينه هتلاقي ان الزبادي اللي هتعمليه كله هياخد نفس طعم جهينه علبه الزبادي اللي انت هتستخدميها او هتعمليه بيها. فاستخدمي علبة الزبادي الطعم اللي انت بتحبيه او الشركة اللي انت حباها. انا هنا بقى جبت جهينة كده زي ما انت شايفة كده. وهسمي الله وهصلي على الرسول وهفتحها معاكم. لاحظوا حاجة مهمة جدا ان انتوا تستخدموا علبة الزبادي بتكون الصلاحية بتاعتها لسه شغالة. تكون مش مشرشة يعني ما فيهاش شرش كده او مية. وتكون زي ما انتوا شايفينها كده. هجيب بقى شوية حليب كده صغيرين واحطهم في بولة وهنزل فيهم بعلبة الزبادي وهدوبهم او هخلطهم كويس جدا جدا. الحركة دي مهمة جدا. بصوا الزبادي بتاعي علبة الزبادي بتاعتي خالية من اي فقاعات او تخمر ازاي. لازم ان انت تخلي بالك كده. تمام. هضربها بقى كويس جدا بالمعلقة بالمضرب اليدوي بالخلاط مفيش مشكلة خالص. المهم ان انت تخلي علبة الزبادي تتجانس مع اللبن ككل كده وتبقى كلها كده قوام واحد. خلاص كده. انا هنا ضربتها بالمعلقه علشان محدش يكون عنده حجه. واظن المعلقه موجوده عندنا في كل مطبخ. تمام. ضربته كويس جدا. همسك بقى اللبن ده واخلطه مع بقيه اللبن زي ما احنا شايفين كده. ممكن كمان تزودي له معلقه كبيره من السكر علشان تنشط الخميره بتاعه الزبادي وتدي له طعم مسكر شويه. هنا بقى حضرت صينيه كده اللي هدخلها الفرن. انا هعمله في فرن الكهرباء. وصبيته عندي في الكوبايات البايركس اللي انتوا شايفينها دي كده. بس وانا بصب في الكوبايات صفيته بالمصفى الصغيره علشان لو في اي قطع زبادي ما دابتش كويس تدوب كويس جدا. ودي تركه مهمه جدا جدا عشان تاخدي زبادي كده ما فيش اي فقاقيع او اي فراغات او اي هوا. واملس وكريمي جدا جدا فلازم نصفيه كويس. انا صفيته بالمصفى كويس جدا كده وحطيته في الكوبايات دي. ما شاء الله عمل حوالي 18 كوبايه. يعني كمية محترمة جدا. اضربي بقى في 8 جنيه ونص وشوفي بقى هتبقى معاكي السعر كام. غليت بقى كده لبن. غليت ميه قصدي في الكتل وخليتها تغلي جدا يعني ميه سخنه جدا هتوصل لدرجه الغليان. شايفين البخار بتاعها. ما تخافيش. في ناس كتير هتقولك ما تحطيش ميه سخنه. لا انا بقولك حطي ميه سخنه. الميه السخنه دي هتخليه مش ياخد معاكي وقت في الفرن كتير. يعني لو هياخد 6 ساعات هياخد 3 ساعات بس. هنا بقى حطيت ميه سخنه زي ما احنا شايفين كده.
وكنت أنا بقى مدفية الفرن، مدفياه يا جماعة، يعني الفرن بتاعي يكون دافي مش سخن، دافي يعني يا دوب كده دافي زي رضعة البيبي كده، وهاحط فيه كده اللبن بتاعي وهنخرّجه، خرّجته بعد حوالي 3 ساعات ونُص. بُصّوا بقى اللبن عامل إزاي، شايفين الزبادي؟ خلاص اللبن بقى زبادي يا جماعة أهو، ما فيش أي مَيّة خالص، وشه أملس خالص وناعم خالص، خالص، وخالي من أي فقاقيع أو أي فراغات زي ما إحنا شايفين كده، تحفة، تحفة بجد. هادخّله بقى كده التلاجة حوالي ساعة كده علشان يتماسك كويس جدًا، وهو بصراحة يعني عامل إزاي بس علشان يسقع بقى كده ويتماسك، وبعدين نخرّجه ونشوف إيه الحكاية. وادي الزبادي بتاعنا بُصّوا بقى شايفين يعني بجد تحفة، الصورة ظالماه، شايفين القوام بتاعه كريمي وناعم وأملس إزاي، شايفين الوش بتاع علبة الزبادي أو كوباية الزبادي عندنا عاملة إزاي، تحفة، تحفة بجد رهيب، ولا بقى إضافات ولا أي حاجة. لاحظوا إن اللبن معاكم لازم يكون دافي زي رضعة البيبي كده قبل ما تحط عليه الزبادي، ولازم تصفّوه علشان تحصلوا على نفس النتيجة اللي أنا شايفاها والطريقة دي أنا ما باغيّرهاش نهائيًا، الطريقة دي أنا باستخدمها ومش هاغيّرها ولا هافكّر إن أنا أغيّرها، جرّبوها كده وقولوا لي رأيكم فيها إيه في الكومنتات، ويا ريت اللي بيستخدمها يقول رأيه فيها. دمتم في حفظ الله والسلام عليكم.